لكن يقولون أنتم غلاة في الجرح والتعديل، عندكم غلو في الجرح. هذا الغلو وهذا خاصنا نتفقوا فيه على بنظر الكتاب والسنة. واخ الغلو هو مجاوزة الحد. سؤال: أين مجاوزة الحد في الرد على هذه المبتدئة؟ نعطيك سؤال كاع. هذا الشيخ ربيع كاع اللي هو أكثر واحد متهم بالغلو في الجرح والتعديل، اللي سماه الشيخ الألباني، ماشي أنا وماشي أنت. الشيخ الألباني سماه إمام الجرح والتعديل. شحال الرد على من واحد؟ و30 ما كايناش، 20 ربما ما كايناش، 30 نديرو تكلم في 100 200. وراه غير الإمام أحمد ملي كيجمعوا ليه في الكلام ديالو في الرواة من أورع الناس ومن يعني من أزهد الناس الإمام أحمد رحمه الله. بل قال في الشافعي الإمام أحمد إمام في 8 خصال. والإمام أحمد راه راد على الألوف المؤلفة، يعني كاين بالآلاف. ملي كنجيو يحيى بن معين رحمه الله إمام الجرح والتعديل في زمانه، الإمام يحيى بن معين راه ما تكلمش في 100 ولا 200، راه مكلم في ألوف. ملي كنجيو لأبو بسطام شعبة رضي الله عنه وأرضاه، شعبة بن الحجاج، راه ما تكلمش في 100 ولا 200، آلاف الفوق. ورغم ذلك العلماء اللي كانوا عايشين ما عمرنا سمعنا قالوا الإمام أحمد من غلاة الجرح والتعديل. الإمام أحمد تكلم في ابن أبي دؤاد، بشر المريسي، وهذوك كاملين هذوك اللي كيقول لك دابا جمع جماعة. الإمام أحمد رحمه الله في زمان فتنة خلق القرآن جمع جماعة. والإمام أحمد كيجيو كيقول غير سلم الكرابيسي سلم على فلان وتيلحقوا به الإمام أحمد رحمه الله. يعني الإمام أحمد لو عاش معنا اش غيقولوا عليه؟ ملي مثلا الشيخ ربيع وحنا اللي 10 20 30 40 غلاة الجرح والتعديل، راه الإمام أحمد كانوا غيقولوا عليه ده؟ كانوا غيضربوا بالصباط. هادو اللي كيقول غلاة الجرح والتعديل تيرسلوا ميساجات فيهم الكلام الفاحش، نشد الأم ديالك وكذا وكذا وكذا. هذا هو الغلو، مجاوزة الحد. هو هذا مجاوزة الحد. ولو كان هاد العلماء ولا حنا نرد بغير برهان، غير حجة ولا برهان، أيه. والغلو راه هو مجاوزة، ما كاين لا مجاوزة حد لا والو. جيب أي واحد دابا بغيتي نتكلموا عليه قول لي هذا ونكون أنا عارفه مثلا. المخالفة هو أصل ولا ماشي أصل، هكذا كذا كذا بالكتاب والسنة. الميزان عندنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه. ماشي الكلام ديال الناس قالوا غلاة الجرح والتعديل قالوا، وإلا راه قلت لك القاعدة دابا باينة. الشيخ ربيع كاع اللي هو كاع كيتنسب ليه هادشي هو محمد أمل الجامد، راه ما رادينش على 30 ولا 40 شخص. يعني الشيخ ربيع راه ما رادش على 20 كمؤلفات وكذا.